السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا اخواننا، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعافية. اخواننا كثير ناس بتسأل على الطبقات. انا شرحت اكثر من فيديو عن طبقات التراب على الدفين، دفين الفردي، دفين المعدني، دفين الذهب، دفين يعني يكون في دفين عادي ليس قبر. ما بحكي عن القبر، القبر له غير قاعدة وله غير طبقات وله غير شغل. ما بحكي عن مغارات، ما هو دفائن الخزين في المغارات. عم بحكي عن الارض، التربه العاديه. اذا كان في ذهب واذا كان شو التربه راح تطلع لك. كثير من الاخوه راسلوني يعني التراب اللي عم تطلع ما هي طبقا اللي عم نشوفها على طول بارض الواقع من الامكنه اللي فيها دفين. هلا لاحظوا اخواني، بسم الله، شايفين؟ هلا نحن ان شاء الله راح نطالع الدفين امامكم، نحاول يعني في فيديو اخر. لأن التصوير مع العمل مشكلة ايش؟ اخواني ملفت للنظر. هي شغلة. الشغلة الثانية اخواني لاحظوا بس يعني التربة بتكون السوداء يا اخواني. حكيت اكثر مرة، التربة السوداء هي التي تحتضن كالنحاس والفضة والذهب. الكربون اللي عم يرسب من شذرات الذهب عبي السواد، هذا هو اللي عم يسببه. حكينا اكثر من مره، لاني انا اكثر من مكان يعني دققت فيه يعني في هذا الموضوع. طبعا هي انا تركت شوي من اول ما تقريبا ثاني طبقه يعني طلعت معنا، تمام. بعدين طلعت ناشفه، لكن ما شفت انا يعني طبقه كلها مثلا حور او ابيض او مثل الصبي او كذا. هذا يختلف اخواني. هون في عنا شيء اسمه قبر، شيء اسمه دفين عادي يعني فردي او جماعي، لكن دفين تربة عادية. على كل حال في نصيحة اخرى اوجهها اخواني لكم: وقت تفحص غمق 10-20 سنتي ثم اعد الفحص، ثم 40 سنتي ثم اعد الفحص، ثم نصف متر بعيد الفحص. ما انا خسران شيء. كل ما نزلت 10-20 سنتي دقق في الفحص، التأكيد، حتى ما يكون تعبك راح هدر وعلى الفاضي. تحياتنا لكم. لا تنسوا دعم هذا الفيديو باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اللي مشترك يشترك معنا. اهم شيء تفعلوا جرس اخواني حتى يصلكم باشعارات عن الفيديوهات الجديدة. تحياتنا لكم. برعاية الله، التوفيق للجميع. ادعونا ان شاء الله، واذا طلع شيء ان شاء الله الله بيكرمنا وبنصور لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.